وفاة كين بلوك سائق سباقات الرالي المحترف في حادث عربية جليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. توفى سائق سباقات الرالي المحترف كين بلوك الذي اشتهر بحركاته الجريئة خلف عجلة القيادة عن عمر يناهز 55 عام بعد حادث عربة الجليد، وفقا لما قاله فريق هوني جان ريكينج. وقال هوني جان في بيان نشر على الانستجرام انه لعميق اسفنا ان نتمكن من تأكيد وفاة كين بلوك في حادث عربة ثلجية اليوم. كان كين صاحب رؤية ورائدة وأيقونة، والأهم من ذلك الأب والزوج، سنفتقده بشكل لا يصدق. ووقع الحادث في مقاطعة واسطش بولاية بوتا، وقالت سلطات المنطقة إن بلوك كان يسير على منحدر شديد الانحدار عندما انقلبت عربة الثلج وسقطت فوقه. وقالوا في بيان أعلن وفاته في مكان الحادث متأثر بجروح أصيب بها في الحادث. بدأ كين مسيرته في الراليات في عام 2005، وحصل على لقب روكي أوف ذا يير في بطولة رالي أمريكا، وشارك في بطولة العالم للراليات، وفاز بالعديد من ميداليات الرالي في ألعاب إكس. كما شارك الأمريكي في تأسيس شركة الملابس الرياضية، وأنتج سلسلة فيديو جيم كهانة حصدت ملايين المشاهدات على اليوتيوب. وعبر الكثير من أبطال رياضة السيارات ومدراء في الصناعة عن صدمتهم لرحيل بلوك الذي كان سائق رالي فانز في ريلي أمريكا وجلوبال ريلي كروسز، لكنه اشتهر من خلال برنامج جيم كهنان الناجح للغاية، اللي ساعده في بناء قاعدة مشتركين ومتابعين بتقدر بالملايين على اليوتيوب وعلى الانستجرام. وقال جونسون باتون بطل الفورمولا 1 السابق إن بلوك كان موهبة قدمت الكثير لرياضتنا، لقد كان صاحب رؤية حقيقية بأسلوبه الفريد وابتسامته. وتوالت ردود الأفعال على تويتر حزنا على وفاة بلوك، ومنها من قبل مدير شركة فورد جيم فارلي وفرق أخرى في رياضة السيارات. شكرا لكم أصدقائي الأعزاء. ياريت تشوف قناتي أول مرة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد، ولايكم شارك الفيديو لو عجبكم الفيديو. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.